ارمي التين الشوكي في الزيت المغلي، قسما بالله ما هو اختراع، ده كنز رباني، وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان بحبة تين شوكي واحدة ممكن توقفني على رجلي خلال ساعة. انا عارفة ان انت بتسمعوني دلوقتي وانتوا جنبكم كيسة ادوية وبتاخدوا بدل نوع المسكن 2 و3 وبرضه مش بيجيب نتيجة، ولفيتوا على كل الدكاترة. النهاردة انا مش جايبالك مسكن الالم وبس، انا جايبالك مسكن وكمان هتعالج المشكلة، يعني هتقفي على رجلك من تاني ومش هتحتاجي اي ادوية ولا وصفات بعد الوصفة دي. الوصفة دي هتشوفي نتيجتها خلال ساعة واحدة بس. يلا بينا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا، واتمنى ان هي لو عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو وتعرفوها لكل حبايبكم واصحابكم، وكمان بقى يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. اول حاجة انا هحتاج لحبة تين واحدة بس، ايوه حبة تين واحدة، اهم حاجة ان الحبة دي تكون مستوية ولينة، وهقول لكم ليه دلوقتي. هجيب بقى الحبة ديت وهبدأ بقى ان انا اغسلها كويس، وبعد ما غسلتها كويس هبدأ بقى ان انا اقشرها. هنشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وناخد بالنا كويس قوي ان احنا ابدا ما نرمي قشرة التين الشوكي، لان دي لوحدها كنز. يعني وصفتنا النهاردة هناخد منها القشرة وكمان هناخد منها التينة نفسها، يعني القلب والقشرة، والاتنين ما شاء الله ما شاء الله بفضل الله وحده مفعولهم سريع جدا. ست القشرة على جنب، وطبعا زي ما اتفقنا مش هنرميها، وبجيب بقى التينة وزي ما اتفقنا لازم تكون لينة، هتعرفوا ليه دلوقتي. وهبدأ بقى ان انا اقطعها كده لشرايح تكون رفيعة، وبعدين هبدأ بقى ان انا اجيب الشوكة وهبدأ ان انا اهرسها وافرمها وانعمها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ولازم ان احنا ننعمها بالطريقة دي. عرفتوا بقى انا بقول لكم لازم تكون لينة، لان لازم تكون معايا مهروسة هرسة كويسة، بس بقى بدون ما ادخلها لا خلاط ولا كبة ولا الحاجات دي، لازم تكون كل حاجة كده يدوية، علشان انا عاوزة احتفظ بكل حاجة موجودة فيها. بعد ما هرستها ونعمتها كويس بالشكل ده كده بقت جاهزه معايا. باخد فيها الوقت ما بحب، يعني اهرسوها في دقيقتين في 3، المهم ان هي تتهرس كويس. وبعدين ببدا ان انا اجيب بقى طاسه وعلى عين البوتاجاز، اي طاسه عندنا اي نوع طاسه، المهم ان انا الطاسه دي ببدا ان انا اسخنها كويس جدا لغايه ما تسخن معايا كويس. واول ما بتبدا تسخن معايا الطاسه بطفي النار تماما. طفينا كده النار تماما، ببدا ان انا اجيب 3 معالق من زيت الزيتون. اهم حاجه اي نوع زيت زيتون تستخدمه، اهم حاجه يكون زيت زيتون بكر، يعني عصر على البارد. بعد كده هبدأ ان انا انزل فيه بربع معلقة صغيرة من الملح، وبدوب بقى الملح مع الزيت كويس جدا، والخطوة دي مهمة، ولازم أنا اتأكد ان الملح داب تماما قبل ما نضيف اي اضافات تانية. بعد كده هجيب بقى حبة التين اللي احنا فرمينها فرمة ناعمة كويس، او انزل فيها كده بالزيت. طبعا الزيت ده ما بيكونش سخن، لا هو بيكون بقى دافي، هو بس بياخد الحرارة اللي احنا سخنا بيها الطاسة. عشان الناس اللي بتقول هنسخن زيت الزيتون ازاي، لا احنا مش بنسخنه، احنا بمجرد ان احنا بندفيه. قلبت فيه كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعد كده بقى هبدأ ان انا اجيب اي بقى برطمان عندنا، علبة، اهم حاجة ان هي تكون حاجة مغلقة، لان لازم نحفظ الوصفة دي لمدة ليلة كاملة، يعني 12 ساعة. ببدأ بقى ان انا اخدها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده واغطيها واسيبها، وكل ما اتعتقت وفضلت عندنا مدة كل ما كانت نتيجتها افضل وافضل كمان. اهم حاجة ما تزيدش مدتها عندنا ازيد من 5 ايام. بعد كده بقى سبتها على جنب عشان هسيبها ليلة كاملة، وجبت القشرة بتاعتي وبدأت ان انا اقطعها كده لشرايح طولية، وبعدين شرايح كده اقطعها لمكعبات تكون صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وطبعا بقى بكون شايلها الشوك، وانتوا عرفتوا بقى الطريقة اللي احنا بنقشر بيها التين الشوكي ونشيل الشوك ازاي. بعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف معلقة صغيرة من الجنزبيل واقلبها كويس جدا، وبعدين هضيف كمان معلقة صغيرة من القرفة. يبقى انا ضفت كده قشرة التين الشوكي، عليها معلقة صغيرة من الجنزبيل، عليها معلقة صغيرة من القرفة، عليها معلقة صغيرة من الخل. قلبت كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا، وجاهزين دلوقتي ان احنا ناخد الوصفة دي على الريق الصبح اول ما نصحى من النوم. الوصفة دي بقى بتعلي الحرق، تمنع امتصاص الدهون، يعني وصفتنا دي هتنزل وزننا وهتعالج الام المفاصل، الام الغضروف، الام الخشونة. بالوصفة دي اللي احنا عتقناها لمدة ليلة، بعد ما بتفوت الليلة باخدها واقلبها تقليبة كويسة جدا، عشان الزيت بيكون اترسب فوق والتين تحت، فبديلها تقليبة. وبعدين باخد منها معلقة كبيرة من معالق الاكل زي ما انتوا شايفين، والباقي بغطي عليه واسيبه
وممكن نستخدمه لغايه 5 ايام. معايا هنا ميه، انا خليتها بس مجرد ان هي تكون سخنه، ببدا ان انا اضيفها على المعلقه اللي احنا ضفناها، ودي بقى بتتاخد قبل النوم. دي بقى مسكن لالام المفاصل، الام الغضروف، الام الخشونه. كمان هي بتساعد على التئام العظام، بتساعد على زياده نسبه الكالسيوم في الجسم، وفيها كل العناصر الغذائيه اللي العظم محتاجها عشان ينمو من تاني. يعني وصفتنا بتعلي الحرق، تمنع امتصاص الدهون، بتنزل الوزن. وكمان ده بالنسبه لقشره التين الشوكي. اما بقى بالنسبه للتين نفسه اللي احنا ضفنا عليه الزيت الزيتون، فالوصفه دي ممتازه جدا لالام المفاصل والام الغضروف، وكمان الام الخشونه. ولازم ناخد الاتنين مع بعض، لان احنا دايما عارفين ان السمنه لها عامل كبير.